أهلا وسهلا بكم في بودكاست الكلمة الأخيرة. ضيفي في هذه الحلقة الإعلامي بدر الدين الإدريسي. أهلا وسهلا بدر، مساء الخير. ماذا يعني لك كأس العالم؟ بدينا قصة الحلم من مم. هذيك الكأس، والمغرب يحضر لأول مرة سفيرا فوق العادة لكرة القدم العربية والإفريقية، وينجح في أول مباراة أنه يهز العالم، أنه زلزل العالم. تصور منتخب يأتي متواضع صغير غير مراهن عليه، يقابل من في المباراة الأولى؟ يقابل المنتخب الألماني الذي كان وصيفا لبطل 1966 مع منتخب إنجلترا. ينهي الشوط الأول متقدم ب1-0. ماذا حدث؟ انقلاب في كرة القدم العالمية؟ والله لست أدري. على كل حال العالم كله اندهش، ولكن كل العالم خرج يقول تعظيم سلام واحترام لهذا المنتخب المغربي الذي لم يتهيب في حضوره كأس العالم، لم يتهيب من الكبار. طبعا هذه كأس العالم كانت أول يعني مرة حضور مميز منذ البداية. منذ البداية، يعني وكأني بها قصة عشق بدأت من أول نظرة. جميل ما فعل المغرب في 2022 أن يتكرر اليوم في هذا المونديال. أنا قلت لك على أنه المغرب أعلى قيمة الحلم، وبطبيعة الحال اليوم ما عاد حلم أنك تتجاوز الدور الأول، أصبح ضرورة، لأنك اليوم مصنف ضمن كبار العالم. أنت الآن في مصاف الكبار. لو أنت شفت القناة المختصة في الإحصائيات وفي التنبؤات، قناة أوبتا، تضع المغرب ضمن 8 منتخبات مرشحة للفوز بكأس العالم. تصور، هل كان هذا الأمر يكون مقبول في نسخ ماضية؟ أنك ترشح منتخب عربي أو إفريقي يفوز بكأس العالم صعب جدا، كان شيء من المستحيل. اليوم ما عاد أمر مستحيل. أنا قلت لك المنتخب المغربي فتح الطريق لنفسه وللآخرين. يفتح الطريق لنفسه اليوم لأنه يدخل كأس العالم 2026 في توب المرشح الأول للعبور إلى الدور الثاني. فبالتالي هذا ثقل كبير، مسؤولية ثقيلة على أكتاف اللاعبين. يا ترى هل سينجح لاعبو أسود الأطلس أو أسود الأطلس في تحمل هذه المسؤولية الثقيلة؟ أنا أتصور بعرض أو بالعودة إلى المباريات الودية الأخيرة أنه المنتخب المغربي أكد أنه جاهز لكي يذهب إلى كأس العالم، وهو في توب المرشح للعبور في مجموعة قوية يوجد فيها المنتخب البرازيلي. شنو توقعاتك المباراة الأولى الافتتاحية مع البرازيل؟ ستكون مباراة صعبة بكل المقاييس، يعني اعتبارا إلى أن المنتخب البرازيلي يؤطره اليوم مدرب على خلاف المدربين البرازيليين اللي كانوا هم اللي يتولوا إدارة المنتخب البرازيلي. اليوم هناك إدارة فنية إيطالية، كارلو أنشيلوتي، وأنا أعرفه جيدا. أتوقع مباراة صعبة جدا، لكن تكتيكية ما بين كارلو أنشيلوتي ومحمد وهبي. أكيد من المباراة التي شاهدتها ما بين منتخب البرازيل وما بين المنتخب المصري، خطأ لماركينيوس غير معتاد تماما منه. استطاع المنتخب المصري أن يسجل هدف. فبالتالي تصيد الأخطاء وحسم الجزئيات الصغيرة والصراع وسط الميدان هو اللي غادي يكون المتحكم الأول في سيناريو المباراة. لكن أنت كمدرب تحترم الفريق المنافس، هذا صحيح، لكن لا تبالغ في الاحترام. إن بالغت أنت في احترام المنافس فأنت أسأت التقدير لفريقك. هناك واحد المعادلة صعبة جدا، يجب أن نقف في النص في توازن، أني أعطي لفريقي ما يستحق من قيمة، وأحترم المنتخب المنافس بالقدر الذي لا يجعلني أنني نجعل منه غول يصعب علي أنني أسقطه. طبعا كريستيانو رونالدو في النسخة الأخيرة، ليونيل ميسي يريد أن يكرر أيضا نفس الإنجاز، أنه يروح بكأس عالم ثانية. وأعتقد ليس هناك أسطورة في كرة القدم الأرجنتينية نجح في تحقيق هذا اللقب. حاول دييغو أرماندو مارادونا لكنه فشل، فاز بكأس العالم 1986، بعد ذلك ما جابش لقب ثاني لمنتخب الأرجنتين برغم أنه كان يصل إلى أبعد نقطة ممكنة. النقاش جميل معك الإعلامي بدر الدين الإدريسي. شكرا على حضورك. شكرا جزيلا لك، والشاية دائما مفتوحة معك. هي كلمة أخيرة ولكن دائما هي مبتدأ الكلام. وسعيد وأتشرف فيك، الله خصوصا أن الكلام لا ينتهي في حضورك. حفظك الله. شكرا جزيلا. شكرا لك. الشكر موصول لكم متابعين بودكاست الكلمة الأخيرة. إلى اللقاء. إذا الإخوان، كيف ما شفتوا معنا المحلل المغربي المحلل الرياضي بدر الدين الإدريسي في كلمته لقناة بي ان سبور، يعني عبر عن حبه للمنتخب الوطني، حبه للقميص، وعن تاريخ المنتخب المغربي وما عاشه من فرحة مع هذا المنتخب. ويتمنى وكما نتمنى جميعا
أن يحقق إنجاز أكثر من الذي حققه بقطر. إن شاء الله يكون إنجاز، هذا الإنجاز ديال 2026 إن شاء الله يكون الكأس، وعلاش لا. وخلينا نكونوا طموحين كيف ما قال وليد الركراكي، الإنسان خاصو يوصل يعني يعلي الطموحات ديالو باش أنه يقدر يحقق واحد الإنجاز. هذا ما كان. وفي انتظار مقابلات البرازيل كنتمناو للمنتخب المغربي أنه يكون كامل الصفوف، كنتمناو الشفاء لعبد الصمد الزلزولي والحاج مزراوي. ان شاء الله في مباراه البرازيل تكون الصفوف مكتمله، تكون الصفوف يعني جاهزه، وكل اللاعبين يكونوا جاهزين او جاهزون بدنيا وذهنيا. وحتى الاحتياطيين كنتمناو انهم اللي يدخلوا يعطيو اضافه، وكنتمناو كل التوفيق للمنتخب المغربي. وخليكم معنا طيله هذه المنافسه مع تحليلات وفيديوهات واخبار جديده ان شاء الله.